القصة وبتحكي وبتقول: أنا رهف، عمري 19 سنة، بنت عادية وبسيطة كتير، ماني ملتزمة، بس الحمد لله محجبة ولبسي مستور. عندي أمنيات وأحلام مختلفة شوي عن باقي البنات. أمنيتي بالحياة إني ألبس النقاب وزور مكة معتمرة. أول أمنية كانت صعبة شوي وبعيدة عني نوعا ما. بحب النقاب كتير وبحب المنتقبات، بس حسيت حالي إني ماني مستعدة حاليا لألبس النقاب، أو يمكن لأنه ما عندي صحبة صالحة لتشجعني وتساعدني لألبس النقاب وآخذ هالخطوة. بس ما يئست ولا فقدت الأمل، صرت أدعي كتير وألحيت على الله كتير بالدعاء. صرت بكل وقت صلاة صلي وأدعي كتير، قول يا رب قربني منك واكرمني ألبس النقاب حبا فيك وتقربا إليك يا رب. أما الأمنية التانية فكانت بعيدة عني كتير وكانت شبه مستحيلة، لأن وضع أهلي المادي مانو مستقر. رغم إني ماني ملتزمة التزام كامل كما يجب، بس كان في جوا قلبي خصلة نادرة ما أنا موجودة عند أغلب الناس، هي حسن الظن بالله واليقين التام بالله إنه رح يستجيب دعواتي وحتى لو تأخرت. واثقة إنه رب العالمين رح يستجيب لدعواتي، بس بالوقت اللي هو بيختاره واللي رح يكون خير إلي. مرت السنين والأيام ومرت 5 سنين، وبوقتها صار عمري 23 سنة. صار يتقدم لي عرسان كتير وأنا أرفض الزواج، حتى أرفض إني أدخل وأقابل العريس. مع تكرار موضوع الزواج والخطبة والعرسان انخلق جوات قلبي أمنية ثالثة، وهي إنه رب العالمين يرزقني بالزوج الصالح. ما كان عندي شروط مثل باقي البنات بزوجي المستقبلي، إنه يكون مطلق لحيته أو حافف شواربه أو مقصر طوبه، رغم إنها صفات حلوة وحميدة بأي رجال عموما. بس كانت أنا أمنيتي إن ربي يرزقني برجال يتقي الله وبيحب الله من كل قلبه، يحاول ويجاهد ليعمل بأوامر الله وينتهي بنواهيه. الأهم بدي رجال يتقي الله بقلبي ويعاملني بما يرضي الله. حتى إجا وقت تحقيق الأمنيات، أو بمعنى أصح استجابة الدعوات. قدم لخطبتي شاب ولأول مرة ما برفض إني أقابله. ربي سبحانه وتعالى وضع بقلبي القبول لمجرد إني سمعت بسيرته. لما صار وقت الزيارة دخلت وقعدت قباله بالنظرة الشرعية. خطفت نظرة تجاهه فلقيته لبسه عادي ولحيته عادية، رغم إنه بشرته سمرة، بس حسيت وجهه نور. عاداتنا الأهل بيكونوا موجودين أثناء النظرة الشرعية، فصارت الغرفة هدوء ومستنيين واحد منا يسأل قبل. بالبداية نطق الشاب سألني عن اسمي وعمري وجاوبته. السؤال اللي بعده سألني كم جزء حافظة من القرآن. بصراحة استغربت منه، بالعادة ما كتير شباب بتهتم بدين زوجتها المستقبلية، أو إذا كانت بتصلي أو إذا كانت حافظة قرآن. رديت عليه وقلت له حافظة سورة البقرة وآخر جزئين من القرآن اللي هن عمة تبارك. صابني فضول لأعرف هو يا ترى كم جزء حافظ. لقيته جاوبني بدون ما أسأله وقال لي أنا حافظ القرآن كله والحمد لله. صراحة كتير فرحت وزاد إعجابي فيه. عجبني فيه شخصيته وحضوره وطريقته بالحكي، عليه شخص واعي وفهمان. صراحة ارتحت للموضوع. صليت صلاة استخارة ودعيت يا رب إذا كان هالشخص خير إلي يسر لي، وإذا كان شر ابعدوا عني. أعطيت أهلي موافقتي بعد ما حسيت براحة نفسية عجيبة. الوقت اللي رح ينكتب كتابي على هالشاب، وقت اللي شفته لقيته جماله زايد عن قبل. سبحان الله، وكأن رب العالمين جمله بنظري أكتر. قدم لي هدية وكانت عبارة عن باقة ورد وشنطة، بس ما عرفت شو بقلبها. كتب كتابنا وصرت حرم السيد عمر رسميا. كانت أول مرة بقعد معه لوحدي وبنحكي سوا. حب الحلال دائما بيكون طعمه مختلف، بتكون فرحته غير الشكل. حكالي مبروك يا عروس، قلت له الله يبارك فيك. رد وقال لي ممكن أسألك سؤال؟ قلت له تفضل. قال لي ممكن أعرف ليش وافقتي علي رغم إنه والدك حكالي إنك رفضتي كتير عرسان؟ قلت له مع إنه سؤالك غير متوقع بس رح جاوبك عليه. شفت فيك صفات حميدة وحسيتك شخصية محببة وقريبة من القلب. قاطعني وقال لي كيف شخصية قريبة من القلب؟ قصدك يعني حبيتيني؟ بصراحة من أول ما قابلتك حسيت بتجاهك راحة نفسية عجيبة، وأنا نفس الشي. شفت حيائك وشخصيتك كله بدل على إنك الاختيار الصح وإنك الزوجة اللي بدي كمل حياتي معاها. قالني فتحتي الهدية؟ قلت له لا لسه. قال لي طيب افتحيها قدامي. جبت الهدية وفتحتها قدامه. فتحت الهدية ولقيت بقلبه نقاب. بصراحة فرحت وتفاجأت كتير. قالني عجبك؟ قلت له طبعا،
قال لي بس كنت خايف إنك تفكريني إني رح أفرض عليكي شي أنتي ما بدك إياه. لا بالعكس، أنا من زمان بنفسي إني ألبس النقاب وصير منتقبة. قلت له بصراحة دعيت ربي بثلاث دعوات، دعيت إنه رب العالمين يرزقني بالزوج الصالح، ورب العالمين رزقني فيك، ودعيت إنه رب العالمين يرزقني بلبس النقاب، ورب العالمين رزقني لبس النقاب على إيدك، ودعيت إن رب العالمين يرزقني زيارة مكة وأنا معتمرة. رد علي وكانت الفرحة عم تلمع بعيونه، وقال لي سبحان الله، كنت عم فكر بعد الزواج بشهر نطلع أنا وياكي ونعمل عمرة. أمنيتي وأمنيتك وحدة، وياني يالي على الأجر اللي رح أحصل عليه لو تحققت أمنيتك بإيدي. وبهالوقت فرحتي كانت بوسع الكون، فرحة لا توصف. نصيحة مني إلكن، اطلبوا من الله كل شي بتحبوه، ولا تتوقعوا إنه في شي مستحيل على رب العالمين. ما كنت متوقع إنه الأمر صعب ومستحيل، بس ربك ما كتب بالقرآن أبداً كلمة مستحيل. ربك على كل شيء قدير. ادعي بيقين، ألح على الله بالدعاء، فالدعاء هو العبادة.